تفتكري موضوع اللحمه مثلا زراعه اللحمه في مصر ايه رايك فيه؟ زراعة اللحمة اه ما اعتقدش ان في اصلا لحمة تتزرع. لا في زراعه زرع يعني. هم اصلا عملوا بحث كده جديد ان شاء الله هي مثلا يزرعوا اللحمه. لحمة ايه بقى اللي هتتزرع دي؟ اي لحمه هم يزرعوا لحمه يعني ما اعرفش بقى لحمه ايه بس في لحمه بتتزرع. لحمة تتزرع؟ شغل دي شغل بصل دي شغلها. انت رايك في الموضوع ده؟ هل ده مثلا موفر للناس؟ هو مش فكرة مفر ولا لا، هو فكرة هل اللحمة تبقى لحمة؟ امال ازاي بس؟ ما انا هقول لك ازاي. تبقى لحمه جميله وبتشوي وتتقلي والكلام ده. طعمها بقى بيبقى حلو. ايوه ما هو دي مزروعه. لو حلوة انا معاك قشطة يبقى تتزرع حلوة قوي، لكن لو وحشة فتتزرع ليه؟ عادي هتتزرع في مصر يعني عادي صح؟ عادي يعني. ايه رايك مثلا في موضوع زراعه اللحمه في مصر؟ لا سياسة بقى وكده. طالما يعني طالما قول السؤال تاني. زراعه اللحمه في مصر هيزرعوا اللحمه. زراعة اللحمة؟ ليه يعني؟ هيزرعوها. والله؟ تصدق؟ لا اللحمة بتتصنع اليومين دول. السنة؟ ازاي بقى؟ انا عايز حضرتك تقنعني ازاي؟ ايه يا عم ايه الأسئلة دي؟ انت فاكرني عبيط. يا ابني والله هيزرعوا لحمه في مصر. هيزرعوها ازاي يعني؟ انت مش متاكد من الموضوع ده؟ لا هيزرعوها مثلا موضوع زراعه اللحمه في مصر. لا مش فاهم. ايه؟ مش عارف. حياة النبي محمد دي اللي يجيب لي جلطة، ما حد هيجيب لي جلطة غير ده. مش عارف؟ يا ابني هيزرعوا لحمه تتزرع في مصر بعد كده. تتزرع؟ ازاي ده؟ ما سمعتش المصريين بيقولوا كده؟ انت مش مصري. ايه رايك مثلا في موضوع زراعه اللحمه في مصر؟ زراعه اللحمه في مصر، ايه رايك في الموضوع ده؟ اللحمة مش بتتزرع. لا هيزرعوها اليومين الجايين. بس ازاي برضه؟ والله هيزرعوها اليومين الجايين. انت كداب ابو صلاح. في عين شمس عملوا بحث مثلا ان اللحمه ممكن تزرع عادي. هيزرعوها ازاي طيب؟ ما اعرفش بقى انت بقول اسالك انت ايه رايك في الموضوع ده؟ وممكن مثلا يربوا حيوانات اكتر مثلا. يربوا حيوانات اكتر. اللي هو زي جواميس وكده يعني. يربوا جواميس. بس كده؟ ايه رايك مثلا موضوع زراعه اللحمه في مصر؟ ايه؟ زراعه اللحمه في مصر. زراعة اللحمة؟ هي اللحمة بتتزرع؟ هو طلع موضوع ان هو يبقى زراعه اللحمه في مصر. موضوع لسه جديد عامه. بص انا هقول لك على حاجة، صلح الحبيب. السلام. اولا الناس شغلة نفسها بغلاء الاسعار ومخنوقة. لا تشغل نفسك بغلاء الاسعار فهي بيد من؟ الله. لا تشغل نفسك بظلم الشريك فهو بيد الله. لا تشغل نفسك بعقوق الولد فهو بيد الله. لا تشغل نفسك بنشوز الزوجة فهي بيد الله. اشغل نفسك بذنوبك، يعني ما تخافش من الحاجات دي كلها. لا تخاف من غلاء الأسعار، لا تخاف من عقوق الولد، لا تخاف من نشوز الزوجة، لا تخاف من ظلم الشريك، لا تخاف من أي شيء. خاف من كل الأشياء بيد مين؟ بيد الله. الحاجة الوحيدة اللي تخاف منها هي إيه؟ هي ذنوبك. هي إيه؟ هي ذنوبك. كل واحد عنده كتكوت مثلا بيسهر معاه بالليل. هل عندك كتكوت؟ كتاكيت دي لا للاسف ما عنديش ليه ما عندكيش كتكوت؟ يبقى عندي كتكوت والله. بجد والله؟ والله ما عنديش. يعني كتكوت ده عادي صح؟ الناس كلها عندها كتاكيت يعني انت تتمني عندك كتكوت؟ كل الناس عندها تشتري كتكوت عادي بيتباع في السوق عادي. ايوه انا هروح اشتري دلوقتي صار معايا بس اشتري بقى 2 عشان في واحد منهم بيموت. كل واحد عنده كتكوته مثلا بيسهر معاه بالليل. انت عندك كتكوته؟ انا؟ لا. ليه طيب؟ ليه ما عندكش كتكوته؟ لا ما عنديش كتكوت انا. ما عندك كتكوت؟ لا. وانت عندك كتكوت؟ ليه؟ عندي بطاية بس. بطاية. دلوقتي كل واحد عنده كتكوته مثلا بيسهر معاه بالليل. عندك كتكوته؟ لا. ليه ما عندكش كتكوته؟ عشان سنجل عادي. ليه طب ما عندكش كتكوت؟ ما عندناش كتاكيت يا عم. يا عم المفروض تشتري كتكوت يا عم يسهر معاك بالليل.